كنرحبوا بالسي مصطفى القواسم عن القسم الاجتماعي عمالة مقاطعة الدار البيضاء الفا. كنرحبوا بالسي عبد الكريم حدادي عن عصبة الدار البيضاء الكبرى. كنرحبوا بجميع المكونات ديال نادي رحال لكرة القدم، وكذلك الجمعيات والناس اللي حاضرين معنا. فمرحبا بالحضور الكريم. دي بدء كنهنيو اولا ملك البلاد محمد السادس حفظه الله ورعاه على الانجازات اللي عرفها المغرب خلال هذه سنه 2023، خاصه الانجازات الرياضيه، وخاصه الانجازات اللي عرفتها كره القدم الوطنيه، على راسها تاهل الفريق الوطني المغربي بقطر الى نصف نهائي كاس العالم، فوز الفريق الوطني المغربي لأقل من 23 سنة بكأس إفريقيا، لعب الفريق الوطني المغربي لأقل من 17 سنة نهاية كأس إفريقيا، فوز الفريق الوطني للقاعة بالبطولة العربية والبطولة الإفريقية سنتين على التوالي، وكذلك الإنجاز اللي حققه الفريق النسوي البارحة بالتأهل إلى ثمن النهاية. فهذه إنجازات إن دلت على شيء فإنما تدل على العمل الجبار اللي كيقوم به صاحب الجلالة حفظه الله، وتشجيعه للرياضة والرياضيين، وكذلك الدور اللي لعبه السيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من نهار اللي تقلد المقاليد ديال الجامعة، خاصة فيما يخص البنية التحتية. فالحمد لله كنشوفوا المغرب كامل ولا كيتوفر على ملاعب اللي في مستوى كبير. كنحمدوا الله وكنشكروه بأن النادي عنده مجموعة اللي كتسمى مجموعة رحال، وعنده عائلة اللي سميتها عائلة رحال، واللي هي اللي وراء هذا المشروع هي اللي كتدفع به. لا قدر الله إلا ما كانوش راه ما كاين والو، لأن راه عطيناكم الميزانيه باش كيمشي النادي، والعام الجاي راه اقل ما يمكن في الميزانيه هي هذه الدوبل، لان لا عندنا هنا حارس واحد، راه الملعب جديد، راه غادي خاصنا 8 ديال الحراس، خصنا 4 ديال لي فام دميناج، خصنا تريسيان، خصنا بلومبي، خصنا النجار اللي غادي يكونوا دائما حاضرين، بالاضافه الى العدد ديال المؤطرين خصو يدوبل. فنتمناو كاملين نشمروا على سعيد الجد، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا في هذه المهمه. شكرا الاخ عبد الواحد الرحال. اول كنتمناو الموسم المقبل ان شاء الله انه يعود المكان الطبيعي، ولكن المكان الطبيعي ديالو ماشي هو القسم الممتاز. المكان الطبيعي ديال نادي رحال هو في اقصى الهوات على الاقل، نظرا للتجهيزات اللي جايه دابا اللي سمعت، ونظرا للمصاريف اللي كتصرف على هذا النادي هذا، ونظرا لان الفريق تيلعب الموسم الاول ديالو في الالتيري، يعني بطوله بين العصاب، يعني الفريق اصبح مهيكل او النادي اصبح مهيكل، ولماذا لا نراه قريبا ان شاء الله في اقصى الهوات على الاقل كما قلت. الملك محمد السادس نهره الله. نعم سيدي اعزك الله، سلام تام بوجود مولانا الامام دام له العز والنصر والتمكين. يتشرف قديم الأعداء العالمية الشريفة عبد الواحد السلمي رحال رئيس نادي رحال لكرة القدم، إصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب المديري ومكوناته أن يرفع إلى السدة العالية بالله أسماء آيات الولاء والعرفان، مقرونة بخالص عبارة الوفاء ومتين التعلق بآباد العرش العلوي المجيد. كما نتشرف بالتعبير لمقامكم العالي بالله عن مشاعر التقدير والاعتزاز والامتنان لما تحيطون به الرياضة الوطنية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة. كما نرجع بين الفئات والأخرى. التاريخ يحدثك عن همم أجدادك وأسلافك وكيف أخلصوا النية لله في حماية هذا الوطن العزيز